السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معنا في قناه شوات بنات البلاد مع فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الشلاضه تكون منعشه وبارده وزوينه بزاف. غتكون بالخضار، وغنبداو ان شاء الله لا فيديو ديالنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما. بالنسبه للمقادير كيف كتشوفوا غادي يكون عندنا الرز، وبالنسبه للخضار والكونتيتي ديال الخضره والمقدار غادي يبقى على حساب العائله. غادي يكون عندنا كيف كتشوفوا الرز. بالنسبه لهاد الرز انا عندي 250 غرام ديال الرز سالقينه بشويه ديال الزبده ولا الزيت والملحه. ومن طبيعه الحال الرز كلاصي. وغادي يكون عندنا بطاطا كيف كتشوفوا مقطعه مربعات مسلوقه بالماء والملح. غادي يكون عندنا خيزو محكوك، واحد جوج خيزوات محكوكين خضرين في الحكاكه الغليظه. غادي يكون عندنا الطون كيف كتشوفوا واحد البواط تاع الطون. غادي يكون عندنا كاشير او لانشون هكا محكوك حتى هو. غادي يكون عندنا واحد البصله مقطعه مشلضه رقيق. المهم غنبداو نمونطيو ان شاء الله الشلاضه ديالنا. غتشوفوا كلشي المراحل. كنتمنى ان شاء الله تتابعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا كلشي. بالنسبه للبطاطا ديالنا كيف كتشوفوا دابا داك غنديروا ليها شويه ديال الابزار، وداك الطون اللي خدينا ديال داك البواط تاع الطون، داك الزيت ديالو هو اللي غادي نخلطوا به البطاطا ديالنا باش كتجي منسمه ولذيذه وبنينه. ما تخافوش من الزيت لحقاش الزيت البطاطا كتشربو. غديروا غير القياس ديال الزيت اللي غادي يقدكم. بحال غادي ملي كنبغيو نقدموها كنديروا شويه ديال الزيت، كنبغيو نقدموها هكاك شلاضه كنسموها بالزيت والمعدنوس والكمون وهذا. المهم في بلاصه الزيت العاديه غنديروا الزيت تاع الطون كيف قلت لكم باش كتجي منسمه ولذيذه. واللي بغى يدير الكمون انا مبغيتش نديرو باش ما يغيرش لينا النسمه. مع كاين المايونيز. بالنسبه للمايونيز غادي نقول لكم واحد المايونيز راه شاركناه معكم، راه كاين الفيديو ديالو قبل من هاد الفيديو. اللي بغى يدخل القناه راه شاركته معكم الاخت ديالي اللي بغى يصايبو في الدار. دابا غندوزو ان شاء الله باش غادي نمونطيو كيف كتشوفوا الشلاضه ديالنا. غناخذ واحد الطبسيل، والطبسيل كيبقى على حساب يا اما طويل يا اما ضير على حساب اللي بغيتو نتوما. بالنسبه لهذا انا درت الخيار، تقدروا نتوما ديروا الخص، انا درت غير الخيار في غنديروه هو الاول. غادي نفرشوه في البلا ديالنا في الطبسيل ديالنا غنديروه لتحت. هذا غنبداو ان شاء الله نمونطيو في الشلاضه ديالنا كيف كتشوفوا. بالنسبه للخيار غادي تقطعوه هكا دوائر وغتفرشوه في القاعده ديال الطبسيل ديالنا. غادي نبقاو بحال هكا نستفوا داك الدوائر ديال الخيار ديالنا نقادوهم في البلا ديالنا. وغادي نبداو ان شاء الله بالبطاطايه الاولى. غادي نديروها هي الفرشه الاولانيه، نقسموها على جوج فرشات. كيف كتشوفوا غنجيبوا البطاطا ديالنا نتوما وبالنسبه للبطاطا نديروا دوك المربعات نديروهم كبارين شويه، ما نديرهمش صغار بزاف على ود الماكله، باش ملي نبغوا نهزوا ديك البطاطا ديالنا نتحكموا فيها، ما تجيش رقيقه بزاف وما تجيش ثاني كبيره بزاف. صافي دابا غادي نقادو كيف كتشوفوا درنا قسمناها على جوج. غنديروا الاولانيه غنفرشوها لتحت البطاطا الاولى. وكيف قلت لكم هاد هي الصراحه ما كتجي لذيذه وبنينه ومنعشه وزوينه بزاف ولذيذه، زعما ما كتشبعوش منها قد ما كثرتوا الخضره وهذا كتجي زوينه. صافي دابا غنقادو هاد البطاطا ديالنا كيف كتشوفوا، وغادي نزيدو عليها الروز من الفوق. الرز من طبيعه الحال كيف قلت لكم ضروري من الملحه باش كيجيناش مسوس. حتى هو غادي نقسموه على جوج الرز ديالنا. غادي نديروا الفرشه الاولى على الفرشه الاولانيه ديال البطاطا كيف كتشوفوا نقادو. ومن طبيعه الحال كنقدموها بارده. وبالنسبه لهاد
المونتاج تقدروا دابا الا بغيتو تمونطيو الشلاضه ديالكم بحال دابا البطاطا خصكم تسلقوها من قبل، ملي تبرد دخلوها للثلاجه تبرد مزيان، دخلوا الروز تا هو ملي غادي تسلقوه تصفيو دخلوه تا هو يبرد مزيان. كتختصروا حتى الوقت عليكم، وملي كتمونطيو الشلاضه ديالكم كتجي بارده، وتقدروا تعاودوا تدخلوها واحد شويه للثلاجه وتقدموها، كتجي هي هذيك صافي. وهذا كيف كتشوفوا المايونيز درتو هنايا في هذه القرعه ديال الكيتشوب. المايونيز اللي قلت لكم صايبين نيت في الدار، صايبناه نيت في الدار، هذا ديال الدار اللي كنخدموا به. تقدروا تدخلوا للقناه، راه الفيديو تحت من هاد لا فيديو تشوفوا طريقه المايونيز كيفاش كنخدموها في الدار. ها نتوما من الاحسن ديروا بحال هكا، هاد القرعه عمليه زوينه في ملي كنبداو نمونطيو. صافي ملي كنديروا الفرشه ديال البطاطا وفرشه تاع الروز كنعاودوا نديروا المايونيز، نديروه فوق الروز، باش مني كنبداو ناخذوا المعلقه وكنبداو نهزوا في ديك الخضره، وهذا كنهزوها عامره بالمايونيز. ومن طبيعه الحال ملي غادي نقدموا البلا ديالنا ضروري غنقدموا مع المايونيز اللي بغى يزيد فوق الخضره. صافي غنقادو بحال هكا. وهاد واحد اللقطه مشات ليا دابا ملي غادي نديرو ثاني الروز المره الثانيه، ضروري ثاني ما غنديرو المايونيز من فوق الروز ثاني، من غادي نديرو الروز فوق البطاطا. انا ما صورهاش ليا البورطابل ديك اللقطه ديال المايونيز. اصلا ما جاتش باينه حتى في الفيديو لحقاش مع هو ابيض وما ما درتش ليه ديك، درت غير من الفوق هكا ما جاش باين. دابا غادي نديرو البصله ديالنا. كيف كتشوفوا البصله تكون مقطعه رقيقه، عرفتي هاد البصله كتعطي واحد اللذه ما كتحسوش بها في الشلاضه. اللي بغى هي كتعطي النسمه ولذه زوينه، اللي ما بغاهاش يقدر ما يديرهاش، وين هي ضروري كتجي في هاد الشلاضه كتجي زوينه مع كتكمل اللذه والنسمه ديال الشلاضه. دابا غادي نزيدو كيف كتشوفوا كنديرو حاجه فوق حاجه فهاد. دابا غنزيدو ان شاء الله خيزو ديالنا، خيزو ها هو تا هو محكوك في هاد في الحكاكه غليظه، تا هو كيجي زوين وكيجي لذيذ ومنعش الصراحه. صافي كنستمروا هكا غادي باش نكملوا. دابا بعد ما قادينا خيزو ديالنا غادي نزيدو دابا كيف كتشوفوا غنزيدو كاشير محكوك هكا في اولا نشوف غنزيدو محكوك في هذا. كيبقى ثاني اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. حتى هو كيعطي واحد النسمه واحد اللذه. هو ماشي ديما اللي ما كيحبدوش، لان مره الانسان كياكلو ماشي ديما، حتى هو تيعطي واحد اللذه زوينه. صافي تنقادو هكا فوق خيزو تا هو كنمشيو مع كامل هاد. من طبيعه الحال كديروا الوسط وكديروا في الجناب، جاو الجناب ديال الخضره ديالنا. دابا غادي نزيدو ان شاء الله الطون ديالنا. كيف كتشوفوا بالنسبه للطون تقدروا، انا عندي بواط هنا تاع الطون تقدروا تزيدوا اللي بغى يدير الكميه كثيره، لحقاش هو كيعطي ثاني واحد النسمه واحد اللذه زوينه بزاف في الشلاضه. كيجي كيتواتى مع الروز ومع البطاطا مع خيزو، كيجي زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله هاد الشلاضه اللي شاركنا معكم تعجبكم وتروقكم، ونتمنى التشجيع ديالكم لينا في القناه. اللي شاف هاد لا فيديو ما ينساناش من لايك ديالو والتشجيع، شي كومونتير زوين يكون حافز لينا ان شاء الله باش نزيدوا القدام يا ربي. الله يسهل على الجميع.
صافي. واللي ما دخلش القناه ديالنا نتمنى يتابونا، لان فيها مي تشاف ومازال باقي ان شاء الله فيديوهات القدام. صافي ها نتوما كنمشيو بحال هكا بالطون ديالنا كنزوقوا به هكا. ومن طبيعه الحال نسيت ما قلت لكم البيض بالنسبه للبيض عندكم الاختيار. انا هنا درت 4 ديال البيضات تقريبا، سلقتهم وحكيتهم. وانتوما شوفوا ما كبارش بزاف، شويه نتوما على حساب اللي بغيتو. تقدروا ديروا البيض اللي ما تيعجبوش البيض، واني هادشي كامل راه تيكمل بعضيه الصراحه. هادي شلاضه هذا هو الاهم ديالها. هكا هادشي كتسلقوا البيض وكتحكوه وكنديروا ليه بحال هكا. صافي دابا غندوزو ان شاء الله لمرحله التزيين. صافي دابا كملنا الشلاضه ديالنا. بالنسبه للتزيين راه كيبقى لكم الاختيار. انا غنزينها بهاد الطريقه اللي شفتو في البدايه ديال الفيديو. نتوما كيف كتشوفوا غادي نزينها غير بدوائر ديال الخيار من الجناب وبشويه تاع الزيتون كحل. صافي هادشي اللي كاين. ويبقى لكم نتوما وشويه ديال الخيزو درتو من الفوق. تقدروا نتوما تزينوا بمطشه سوريز، تقدروا اللي يعجبكم. المهم تزيين راه كيبقى وصافي. تنعاودوا ثاني ناخذوا المايونيز، كنديروا واحد الكونتيتي كبيره ديال المايونيز فوق منها مزيان. كنديروا مايونيز مزيان مزيان باش كتجي معلكه هاد الشلاضه ديالنا. باش ملي هكا نهزو بالمعلقه تنهزو المايونيز وخضره وكل شيء، كتكون ديك الخضره فازقه بالمايونيز، كيعطيها نسمه ولذه زوينه بزاف. ومن طبيعه الحال دابا من غادي نساليوها غادي ندخلوها للثلاجه حتى تبرد وعاد نقدموها. كيف قلت لكم هي اصلا ديجا الخضره ديالنا بارده مبردينها من قبل في الثلاجه وصافي. ومن بعد غادي نقدموها ان شاء الله. نبردها غير واحد شويه ونقدموها. بين ما الانسان وجد الطبله ديالو هذا صافي راه كتكون بردات. بالنسبه للزين كيف كتشوفوا قلت لكم انا درت زين عادي. دابا هادو دوائر ديال الخيار كيف كتشوفوا غنديرهم هكا في الجناب. الخيار بالنسبه للتنقيه ديالو كتخلوا صف واحد الصف رقيق ديال القشره وكتحيدوا القشره الاخرى. كتخلوا الصف وكتحيدوا باش كيعطينا الديكور هكا. صافي ايوا هذه هي المرحله النهائيه. صافي وكنتمنى ان شاء الله هاد الشلاضه اللي شاركنا معكم تروقكم وتعجبكم وتجربوها ان شاء الله. واللي جربها يكتب لنا في الكومونتير واش عجباتو. كيف كتشوفوا قلت لي درنا زيتونات هكا كحلين باش حتى الالوان كيلعبوا دور زوين كيشهيو في حتى العين راه كتاكل. ماشي ملي كنجوعوا راه كنبغوا المنظر والماكله وكلشي. وكيف قلت لكم هانتوما ودرت من الفوق درت دوك الزيتونات ومن بيناتهم درنا دوك شويه ديال الخيزو هكا محكوك. فرقنا بين الزيتونات باش عطانا شويه تاع الالوان وشويه درنا الخضوره والحمار الخضار والاورانج ايوا كنتمنى هاد الشلاضه اللي شاركنا معكم تروقكم وتعجبكم بالصحه والراحه. ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله بصحتكم وراحتكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.